is called group 0. Why? Because it contains noble or inert gases. طيب. And we have here 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rows or 7 periods. 7 what? 7 periods. طيب. واحد يقول لي امال مين دول؟ اقول له دول اسمهم ايه؟ lanthanides and actinides. وقلنا طبعا انتوا لو حابين تعرفوا عنهم extra information according to او through YouTube or Google or Wikipedia. طيب يبقى we have 18 groups and 7 rows. طيب the name of group is called what? عندنا زي ما انتم شايفين الجروب equal ايه؟ equal column. equal what? column. So we have 18 groups, 18 columns. And periods is called row اللي هو الصف. طيب يبقى الموديل periodic table consists of 18 groups and 7 periods. ده اللي احنا عرفناه لغايه دلوقتي. طيب وفي 4 blocks. 4 what؟ blocks. يبقى في 4 blocks، يعني في 4 مناطق، 4 حيطان. Okay, 4A blocks. The first block is called S block in the left side. But this block is called what? S block S. And in the middle we have group or block A, D, block D. And in the right side we have another block. It's called block P. P. And the bottom of the periodic table is called block F. We have 18 groups and 7 periods, and we have 4 blocks. 4 blocks. Everybody understand? يارا do you understand؟ اوكي طيب عشان اطمن بس. طيب تعالوا نلعب مع بعض جيم كده. تعالوا نلعب مع بعض ايه جيم. هقول ايه؟ صوديوم Na11. مين يقدر يفتكر معايا الالكترونيك كونفيجريشن بتاع السنه اللي فاتت؟ نعمل الكترونيك كونفيجريشن او الكترونيك ديستريبيوشن. مهند اتفضل. الكي هتبقى 2 والال 8 2 والام 1 والام 1. طيب تعالوا نبص مع ثانك يو مهند. عايز اقول لكم على حاجه. بصوا معايا. صوديوم
in group 1 في group 1 and period number 3 and period number كام 3. بصوا معايا ادي جروب 1 وادي 1 2 3. بصوا الصوديوم فين في جروب 1 وبيريود نمبر كام 3. عرفتها يا مستر ازاي؟ اقول لكم طب تعالوا نشوف واحده ثانيه. تعالوا نشوف ايه واحده ثانيه. المره دي عندي ايه المايك نسمه ام جي 12. ها اتفضلي الكترونيك كونفيجريشن. الكي هتاخد 2 والال هتاخد 8 والام هتاخد 2. نسمه ممكن تقولي تاني تعلي صوتك؟ الكي هتاخد 2 والال هتاخد 8 والام هتاخد 2. طيب تعالوا نبص مع بعض هنكتشف حاجه جميله قوي ان هو عنده هاو ماني انرجي ليفلز عنده 3 انرجي ليفلز. يبقى هو في جروب كام جروب 3 وعنده 2 الكترونز ان ذا اوتر انرجي ليفل. يبقى هو في بيريود في جروب كام في جروب 2. بصوا ادي المغنيسيوم ادي المغنيسيوم. فهمتوها بتيجي ازاي؟ ها يبقى النمبر اوف جروب equal number of electrons in outer energy level. Number of periods هو النمبر of energy level نفسها of ايه of energy level نفسها. اوكي يوسف انت فاهم يا يوسف انت ويارا؟ طيب تعالوا نشوف اي حاجة تانية. لو انا عملت كده بصوا بقى معايا ان هنزل تحت بالسكرول. ها هنزل تحت بالايه؟ لو انا قلت مثلا سي اللي هو الكربون 6. يوسف اتفضل قول لي الكتريك كونفيجريشن. 2 4 A2 و L4. طيب يبقى هو في بيريود كام؟ ها بيريود هاو ماني وفي جروب period كام 2. period 2 because it has 2 energy levels لان احنا اتفقنا number of period equal number of energy levels. طيب تمام تعال نبص كده هو فعلا الكربون اهو في period 2 لان دي period 1 دي كل دي كده period 1 دي كده period ايه 2 فعلا هو في period 2. شايفينها ولا مش شايفينها؟ طيب في جروب كام بقى؟ في جروب 4. لا بعد كده تبتدي تقول ايه مش جروب 4 بقى. إن لو لقيت 1 في الاوتر انرجي ليفل تقول جروب 1. لو لقيت 2 الكترونز في الاوتر انرجي ليفل تقول جروب 2. من اول 3 ما ينفعش تقول ايه ما ينفعش تقول 3. من اول 3 تقول 13. 4 تقول كام 14. بصوا اول اكتب كام جروب كام 14. بصوا تعالوا نبص هو في جروب كام. هو في جروب فعلا جروب 14 اهو اهو. تعالوا نشوف واحده ثانيه نتاكد اكتر نتاكد اكتر عشان نفهم اكتر. تعال هقول لمهند مثلا هنزل برضو تحت بسكرول عشان اكتب براحتي. مثلا Cl كلوراين 17.
اتفضل يا مهند. الكي هتبقى 2 والال هتبقى 8 والام هتبقى 7. اوكي، يبقى هو هتبقى period period 3 وجروب 7 وجروب 17. period 3. تعالوا نبص، هو فعلا period 3. ادي period 1، ادي period 2. لا هو فعلا period 3 يا مستر. طيب period 3 صح؟ تمام. جروب كام يا مستر؟ اقول له انت قلت لي من اول 3، ما تقولش 3. 1 و 2 اوكي، قول 1 و 2. انما من اول هنا هتقول كام؟ 17. جروب كام؟ 17. او ممكن اقول كام؟ جروب، بصوا هعمل كده، اخلي ال7 تيجي هنا واخلي ال1 تيجي هنا واقلبها ايه جروب 7A. يعني جروب 17 او 7A، جروب 13 او 3A. يعني 13 اهو، اخلي 3 كده هنا اهو واخلي ال1 تيجي هنا تبقى 3A. 14 4A. طب جروب 1 يبقى 1A. جروب 2 2A. طيب فاهمين ولا لا؟ تاني ناخد واحدة تانية يا مس، تاني يا مس، تاني احنا ما وراناش حاجة. تاني، يا ترى بقى مين المرة دي؟ نسمع. اتفضلي يا نسمة. ادي عندي AL اللي هو الالومنيوم 13. ها الكي هتبقى 2 والال هتبقى 8 والام هتبقى 3. بيريود. في period 13 او 3A. لا البيريود هي لا البيريود هي number of energy levels. سوري، بيريود 3 جروب وات؟ والجروب هتبقى 3 13 or what؟ او 3A. او 3A. تعالوا نبص. ادي الايه، الالومنيوم اهو في جروب 13 وفي بيريود 1 2 3. طيب تعالوا مع بعض ناخد another example. يوسف، NE 10. 2 8. 2 8. So number of periods and number of group. Number of period 2. Number of groups 0. 18. مش احنا قلنا 3 13 4 14 5 15 و8 تبقى 18 اور 0 صح كده؟ اللي هي النوبل جازف اهي. برافو قوي يا يوسف. يبقى ادي النيون فعلا في جروب 1. لا ده في جروب 2 يا مستر. جروب 18 اهي مكتوبه فوق 18 اهي، او 0 which contains noble gases. طيب طبعا all noble gases all noble gases all noble gases contains only 8 electrons in the outermost energy level except الهيليوم اللي انتوا شايفينه هنا فوق ده. ده برضو نوبل جاز. يعني انا لو عملت كده H E
2. واحد يقول لي يا مستر 2 يبقى ده في جروب 2 ايه؟ اقول له غلط. الهيليوم ده اكسبشن. الهيليوم ده اكسبشن يعني استثناء، ان انا ممكن ده ان جروب 2، لا مش جروب 2، ده جروب 18 or جروب 0. Everybody understand our lesson today?